حاسس انك تاه، حاسس انك مش عارف انت مين اصلا، ولا بتعيش ليه، ولا بتتحرك رايح فين. بتحاول تفهم نفسك بس كل ما تقرب تلاقي الصورة بتتشوه. كل ما تحاول تمسك حلمك تحس انه بيبعد، وكل ما تيجي تقول كفاية كده يبان لك صوت داخلي بيهمس ويقولك لسه بدري. كل يوم بتصحى فيه تحس انك بتعيش حياة مش بتاعتك، بتمثل انك تمام، بتمثل انك قوي، بتمثل انك طبيعي وسط الناس، بس جواك في زحمة. صوت بيزعق وصوت بيشكك وصوت بيقولك انت مش كده. بس بين كل الأصوات في واحد ساكت واقف في الضلمة، عينه مليانة قوة وبيستنى دي النسخة التانية منك، نسخة منك مش بتهرب مش بتكسل مش بتتراجع أول ما الأمور تتعدد. نسخة جريئة واقفة قدام المراية وبتقولك أنا هنا، أنت هتخليني أعيش. نسخة منك مش بتهرب مش بتكسل مش بتتراجع أول ما الأمور تتعدد. نسخة جريئة واقفة قدام المراية وبتقولك أنا هنا، أنت هتخليني أعيش. كل يوم بتأجل فيه قرارك، كل لحظة بتأجل فيها المواجهة. النسخة دي بتموت بالبطيء وبتحول كل حاجة جواك لصوت خافت بيقولك أنت ضعيف. بس الحقيقة انت مش ضعيف، انت اتعلمت تكون ضعيف. انت صدقت كل اللي قالوا لك انك حد كده، انت سمحت لماضيك يعرفك ولصوت الناس يدورك. بس النسخة التانية منك ما بترضاش بكده، النسخة التانية منك بتقوم بعد كل خيانة وبتضحك بعد كل دمعة، بتعدي من الحيطان اللي انت بتخاف حتى تبص عليها. هي دي النسخة اللي المفروض تبقى انت، بس الزحمة خنقتها. عارف لما تلاقي نفسك واقف لوحدك حاسس ان الدنيا كلها ضدك، صاحبك خدلك، اهلك مش فاهمينك، واحلامك بقت حمل مش دافع. وقتها النسخة التانية منك بتظهر بس مش عشان تقويك، بتظهر عشان تنقذك. تنقذك من نفسك، من افكارك، من يأسك، من تجيلك اللي بقى عادة، ومن خوفك اللي خلاك تنام وانت صاحي. قوم قوم، مش علشان حد مش علشان تثبت حاجة، قوم عشانك، عشان النسخة اللي جواك بتموت كل ما بتسكت وبتصرخ جواك حررني بقى يا اخي. غور مشاعر، خلي بالك انت مش انسان عادي، انت آلة من تجارب مليان فصول مقفولة وعبر متخزنة ومهارات لسه ما ظهرتش. اللي وقفك لحد دلوقتي هو انك لسه ما شفتش نفسك الحقيقية، لسه ما شفتش النسخة التانية منك. بس النهاردة اللحظة دي انا هنا علشان افكرك بيها. خد نفس، غمض عينيك واسأل نفسك سؤال واحد، لو كنت مكاني كنت هتبدأ منين؟ أبدأ من وجعك، أبدأ من خوفك، أبدأ من أكتر حاجة بتهرب منها، لأن هناك بالظبط هتلاقي نفسك الحقيقية مستنياك واقفة بصبر وبتقولك مش كنت قايل ليك إنك تقدر. هتضيع نفسك في الزحمة، اوعى تختفي وسط اللي بيستسلموا، خليك واحد من اللي رجعوا الحياة من وسط الرماد. النسخة التانية منك مش هتخلق لوحدها، لازم تصنعها بنفسك، بدموعك، بخساراتك، بأوجاعك، بس الأهم بإصرار. عارف يا أجمل حاجة إنك ممكن تبدأ دلوقتي، دلوقتي مش لازم تستنى تغيير كبير. ابدأ بحاجة صغيرة، قوم من مكانك، اقفل الفيديو ده واكتب على ورقة جملة واحدة: النسخة التانية مني بدأت تولد.